كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. انت طبعا كل حاجة تقريبا اوكي. ايه اكتر حاجة بتعكر سلامك النفسي؟ يارا. ده موضوع النهارده. وجودها نفسها يعني يارا. ونجيبك منين يا راحة البال؟ لو حد يعرف يبعت لنا ارجوكم. ده موضوع النهارده بقى. طبعا يعني كل حد تقريبا بيدور على الهدوء النفسي، راحة البال، وقليل اللي بيعرف يحافظ عليها. ومش دايما حاجة كبيرة اللي بتبوظ يومك، هي ممكن بجد كلمة تعكر مزاجك. حاجة صغيرة جدا ممكن تقلب لك يومك، يعني مش لازم تبقى اللي هو كارثة خناقة كده يعني. فيا إما هتخش يومك وتبتدي يومك بهدوء ولطافة، يا إما هتبتدي يومك إيه upside down. بس مش شرط في اول اليوم، ممكن يبقى يومك ماشي كويس الصبح والظهر تقابلي حد او تشوفي حاجه، بس هي دايما لما بتحصل في اول اليوم. لا مش شرط، لا بس يعني ماشي. فهي ايه اكتر حاجه بتبوظ وتعكر راحه بالك وسلامك النفسي اللي انت بتبقى بدي يومك بيها؟ انت ايه بقى؟ لما بشوف وشك فعادة كل يوم على الساعة 5 4:30 أول ما الاقي مروان. لا اكشلي مش كل يوم. actually I was like ساعات مروان بيبقى لذيذ، بس الصراحة يعني 70% من الوقت تقريبا هو مكشر. ساعات بيبقى جاي مبتسم ومزاجه كويس، بس ده قليل. انت ما انا قلت ده من الاول، ما انا عشان كده قلت انت. لا انت بتكذب، كله عارف ان انت بتكذب. مين كله يا ابني؟ ده انا ومين كله عارف؟ ده انا المارشميلو اللي في يومك، ده انا. انت المارشميلو اللي ايه؟ انا العسل بالطحينه اللي في الاسود كمان، البقلافه. بيضحكني قوي المحلات اللي في مصر اللي بتبيع حاجات تركي وبيكتبوها بالتركي بقلافه. وفي محل يعني مش عايزين نقول بقيت اسمه، بس هو كاتب اسم الشخص فكاتبها بالتركي ميمت اللي هي محمد يعني محمد. بس بقول لك ايه، من اصعب اللغات اللي في العالم مثلا التركي. كله صعب. والروسي يعني سهل. لا عارفه راسل بيترز كان قال لك الراجل الستاند اب كوميدي ده، الكوميديان ده، بيقول لك انا لما بسمع الروسي بحس ان الناس بتتكلم باكوردز. شو بولتي كده كانك عامل. عنده حق الصراحه. لا في لغات كتيره صعبه، والعربي ما هو صعب. هو العربي صعب لاغلبيه الناس حول العالم. حول العالم. ايه اكتر حاجه بتعكر سلامك النفسي او تبوظ يومك كده على اوله وانت ايه بتحاول تبقى عندك شويه ايه راحه بال وسلام نفسي؟ طيب OpenAI بيحذروا وبيقولوا الذكاء الفائق ممكن يتفوق على البشر قريب، اللي هو الذكاء الاصطناعي. اوكي. حذرت شركة OpenAI من ان العالم قد يكون على اعتاب مرحلة جديدة بيتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على القدرات البشرية، واكدوا ان التحول ده ممكن يحصل اسرع مما نتوقعه ناس كتيرة يعني. واوضحت الشركة في وثيقة حديثة بعنوان سياسة صناعية لعصر الذكاء إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تنفيذ مهام محددة، بل أصبحت قادرة على إنجاز أعمال معقدة كانت في الأول بتاخد من البشر يعني أسابيع أو حتى أشهر. وأشار سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة إن التطور ده ممكن يؤدي لتحول جذري في توسيع المعرفة، وممكن تتركز القدرات الفكرية بشكل كبير جوه مراكز البيانات بدل من عقول البشرية الناس يعني خلال السنين القليلة اللي جاية دي. وأضاف كمان إن ما يعرف بالذكاء الفائق ممكن يبقى قادر في المستقبل يعني على إدارة شركات كبيرة بكفاءة تتجاوز أفضل المديرين. أوكي. والمساهمة كمان في أبحاث علمية بمستوى يفوق كبار العلماء. بس ففي المقابل حذرت OpenAI من أن التطور السريع ده ممكن يفرض تحديات كبيرة، من بينها اضطرابات في سوق العمل، زيادة تركز الثروة في عدد محدود من الشركات، إلى جانب صعوبة مواكبة القوانين الحالية لهذه التحولات المتسارعة. يعني AI هيعدينا وكلنا نقعد على جنب بقى ان شاء الله. يدير بقى شركات، يعمل ابحاث. ترجعي انت بقى الفرنك. ترجعي بقى انت بقى الفرنك. مش هيعرف يعمل عيش بلدي زي فينو فعلا. انت كنت بتقولي قراقيش الحاجات دي كلها كان اسمه منين منين. ما سألتيش عليه؟ ما بروحش فرن يعني. You don't go there? I only go to bakeries. Like sun-dried tomatoes. بروح spaghetti. باتيسيري. الله يرحمه. منين. منين. طب ما تجيب لي منين؟
ماشي اجيب لك لو عديت على حاجه يعني مش عايزه كتير، هات لنفسك اجيب لك وهات اجيب لك لي حبه صغيره ربع لا، كيلو جيب لنفسك الربع كيلو وهات لي كام واحده عشان ما باكلش الحاجات دي قوي يعني. ماشي ان شاء الله. هي تاكل ايه؟ قلت لي بايه؟ بالجبنه البيضاء؟ بتسقف الشاي ممكن لا، ما تاكليها بحبش بجبنه بيضاء، الحركة دي. تاكليها بجبنه رومي، تاكلي لا يعني ما بحبش الحركه دي. خلاص ما تقرفنيش. حدش طلب يعني ما تقرفنيش، زهقان من الدنيا سيبها يا اخي. ياه يعني انت تقرفنا. انا شايفه ان انت ما بقتش طايق لي كلمه. طب كويس أنا ان انت شايفة شفتي إن حاجه أنت اخيرا. بقيت الناس كلها عماله تبعت ماشي هنا، يارا بقيت ماشي هنا. يارا ماشي يارا. ياه على الزمن. على شوف الزمن فعلا. الزمن لما الدنيا تدور وتيجي انت. لما باي باي. باي. كنتم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي